أستاذ أحمد إبراهيم، 23 سنة في إيطاليا. هسألك سؤال وممكن يزعل حد عادي يعني. لا لا، اتفضل اتفضل. هل في جالية مصرية هنا مسؤولة عن المصريين لو شاب حصل له أي مشكلة يتوجه ليهم ويساعدوه بجد في أي حاجة ولا لأ؟ بدون التجريح في أي شخص بعينه، طبعا بدون أسماء، طبعا أو لأ؟ طبعا. للأسف في انفصال تام بين الدبلوماسية المصرية والحكومة الإيطالية. مفيش اتصال خالص. يعني ايه؟ يعني مثلا حته زي الشهاده، زي مثلا شهاده السواقه مثلا، الباتنتا مثلا، الرخصه، ده ما فيش حد بيتكلم فيها. المفروض ان القنصليه المصريه بتاعتنا تتدخل وتعمل اتصالات زي ما تونس والمغرب بيجروا وراهم. يعني تونس والمغرب عندنا شغالين أنا مش على بتكلم الملف عن ده. القنصلية عموما، يعني اه بتكلم عن الجالية. القنصلية المصرية في جهة حكومية سيادية، نعم. مش من حقنا نتكلم عنها. اه بتوع مجلس الشعب لا ما اللي المفروض جم ايطاليا جم فرنسا قالوا هنعمل وهنعمل، هم اللي يتكلموا، بس بتوع كراسي وخلاص. نعم نعم احنا بالظبط. بنتكلم دلوقتي عن الاشخاص الجاليه المصريه. هل لهم عمده؟ هل لهم رئيس جاليه؟ هل لهم كبير يلجأوا له؟ هل في اتحاد؟ هل في جمعيه؟ لا لا كل الكلام ده انا بسمع عن اسماء جمعيات كتير جدا هنا. نعم نعم. بيساعدوا الشباب ولا مجرد شو خلاص؟ لا والله، هو بص، المساعدات موجودة حتى لو كانت ضعيفة، ولكن موجودة بأمانة يعني. لكن حتة ان بقى موجود عمدة، موجود حج، موجود مش عارف ايه، لا ما بعترفش، لان ما شفتش قدامي. يعني انا يعني لو مثلا شاب النهارده مصري منصوب شاب النهارده مصري منصوب عليه، ما فيش حد منصوب بيتحرك. عليه واحد، منصوب عليه في 2000 نعم 3000 يورو، نعم واحد واكل عرق ومصري زيه او تونسي او نعم مغربي نعم. واكل عرق، اه يروح في حد هنا كبير في الجاليه المصريه يروح له يقول له يا حاج فلان او يا استاذ لا فلان للأسف. انا اتنصب عليا ساعدني اجيب حقي، هيجيب له حقه يقف لا جنبه لا زي فيلم حسن حسني كده عمدة البصريين والكلام ما ده؟ لا ما فيش الكلام ده. ميلانو وايطاليا عموما ما فيش حاجه اسمها عمده، وما فيش حاجه اسمها ممكن واحد يقول لك انا عندي 40 وعندي 50، ما يكونش فاهم حاجه في قوانين، وما يكونش فاهم اصلا اي حاجه في اي حاجه، لان طب ما فيش شخص بيلجأوا له، جمعيه بيلجأوا لها، حد بيلجأوا له يساعدهم؟ للاسف انا عايز اقول لك على حاجه، ان في ناس معينه بدون ذكر اسماء موجودين، هم عاملين نفسهم ان هم كبار المصريين وكلام من ده، هم بيستدعوهم بس ايام الانتخابات وكلام من ده، بيصوروا بتوع صورتهم. لقطه يعني، زي بتوع ايوه فرنسا بتوع كده. لقطه، بتوع لقطه، هم زي عارفين بتوع فرنسا، نفسهم. بتوع فرنسا برضه كده يا بالظبط جماعه، والله بتوع لقطه برضه. بالظبط بالظبط. بتوع هم الشو. ايوه وتحيا بالظبط. مصر تحيا مصر تحيا مصر، دول اللي بالظبط. فاتحين فيه. لكن ما حدش بيعمل حاجه. اه للاسف ما حدش الشتيجي بيعمل يعني حاجه. زي فرنسا بالظبط. هم للاسف ان كل الجاليات العربيه، خصوصا المصريه، يعني احنا اقل، مش عايز اقول اقل ناس، لا احنا اقل في الموضوع ده، احنا قليلين خالص، يعني ما فيش طبعا جمعيه. وضح معلش ما حدش يفهم الكلام غلط، بنقول اقل ايوه ناس تكاتفا مش ايوه متكاتفين يعني. ايوه مش متكاتفين، اه مفيش. ولا قلبنا على قلب لا لا بعض. لا لا. بالنسبه بقى للمساعدات وبيساعدوا بعض وكلام من ده، ممكن الموضوع ده تلاقوه اليومين دول في رمضان، علشان خاطر الايه، يعني المواد الرحميه بتاع مواد الرحمن وبتاع وكلام من ده، ورمضان وحاجات زي كده. لكن بعد ان شاء الله رمضان والكحك وبتاع الكلام ده مش هتلاقوا حد يعني، وهكذا يعني وهكذا. لكن مفيش يا جماعه، مفيش جمعيه هنا عشان خاطر نقول ان في حد نلجأ له لما يحصل مشكله مع المصريين. اخر حاجة، هل حضرتك موافق على اذاعة هذا اللقاء؟ لا طبعا لازم، انا لازم اوافق، لان انا عارف ان كلامي هيوصل وهيوصل في الصميم. وانا طبعا على قد معلوماتي البسيطه وعلى قد السنين القليله اللي الواحد عاشها، انا عارف ان في ناس قاعده 30 و40، ولكن طبعا تذيع موافق. براحتك طبعا. انا طبعا بسألك ليه بقى؟ طبعا. لان احنا بنتكلم في حاجة انا لا اعلم عنها اي شيء، كي قوانين في نعم ايطاليا نعم والحاجة. نعم نعم نعم، فحضرتك مش كل مشكله. كلمة هتقولها انا ببرأ نعم. ذمتي قدام ربنا انك لا مسؤول عن انا كل مسؤول، حرف. لا لا طبعا انا بقول ان انا مسؤول، لان انا عايش هنا وشايف بالظبط. وعارف اي حركات حتى خفيه ممكن ما يبقاش لها اي دليل، او اي مثلا او اي مثلا اتجاه، ولكن انا ببقى فاهم الناس بتفكر ازاي. شكرا جدا لحضرتك ماشي. ونورتني. شكرا شكرا ليك. شكرا يا شكرا، فندم. مع السلامه. السلام عليكم.